المقبرة المنسية في الصعيد اللي خلت المباحث تدور وراها 35 سنة ولحد دلوقتي ملوش تفسير. تخيل كده انك ماشي في قرية هادية جدا مفيهاش لا دوشة ولا زحمة والدنيا حر والشمس نازلة فوق دماغك، وفجأة طفل صغير بيجري ورا كورة، بس الكورة دي راحت بعيد لحد ما وقعت جنب كيس اسود مدفون نصه في التراب. الولد بيقرب والفضول بياخده يخليه يشد الكيس، وبمجرد ما الكيس اتفتح صوت صريخة ملا الدنيا كلها. جوه الكيس كان فيه عظم بني ادم، مش عظمة ولا اتنين، دي جثة كاملة. الناس اتجمعت والصوت وصل للمركز وجات المباحث في اقل من نص ساعة. بس اول ما بدأوا يحفروا حوالين الكيس لقى كيس تاني وتالت ورابع كلهم مدفونين بنفس الطريقة. في الاول كلهم افتكروا انها جريمة حديثة، بس المفاجأة كانت صدمة. العظام دي مش جديدة، الطب الشرعي لما حللها اكتشف ان عمرها من 30 ل 70 سنة. يعني احنا بنتكلم عن جريمة مدفونة من زمان قوي، جريمة محدش سمع عنها ولا حد كتب عنها حرف. المكان ده في مركز قصية في اسيوط، منطقة هادية مفيهاش الا جبال ومزارع. بس لما بدأوا يحفروا اكتر لقوا حوالي 12 كيس تانيين، كل كيس جواه بقايا بشرية مختلفة. والغريب انهم لقوا معاهم خرز وتمائم نحاسية وحاجات بتدل ان الجثث دي اتدفنت بشكل طقسي. في كلام كتير طلع، ناس قالت ان المكان ده كان معبد قديم، وناس تانية قالت ان دول كانوا تجار اثار زمان كانوا بيقتلوا العمال اللي بيساعدوه وبيدفنوهم في نفس الحفر اللي كانوا بيطلعوا منها اثار. لكن المباحث لما حللت الموقع اكتشفوا ان كل كيس مدفون في اتجاه، كان كل مرة ضحية جديدة بتدفن في الحفر. بس ليه؟ وليه في نفس المكان ده؟ واحد من كبار القرية، راجل عجوز عنده فوق 70 سنة، قال حاجة غريبة جدا. قال ان من حوالي 40 سنة جه شيخ غريب للقاهرة ومعاه 2 شباب وقعدوا يحفروا في الحفرة دي اسبوع كامل، وبعدها اختفوا ولا حد شافهم ولا حد سمع عنهم تاني. والاغرب ان الاهالي كانوا بيشوفوا ضوء ضعيف طالع من الجبل، وساعات بيسمعوا صوت حفر خفيف بعد نص الليل كأن حد بيكمل شغل كان بدأوا من زمان. في سنة 2022 شاب من القرية قرر يصور المكان، قال هعمل فيديو واشوف الناس ليه خايفة منه كده. راح هناك فتح الكاميرا وبدأ يصور، بس بعد دقايق قليلة الكاميرا علقت وظهر وش غريب جدا في الشاشة، وش بين نصه حط ونصه ضلة. الشاب جري وساب الموبايل وراه، ولحد النهاردة الفيديو اللي صوره محدش عارف يفسره، ولا حتى خبراء الإضاءة قدروا يقولوا ان دي خدعة. يمكن الحياة اختفت وسط التراب، ويمكن اللي دفن الجثث دي لسه بيراقب من بعيد. بس في الصعيد في أماكن محدش بيقدر يقرب منها، مش عشان الخطر، عشان اللي فيها لسه صعب.